ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا مي. النهارده هنعمل كيك المرندة او الكيك اليومي، حاجه كده من ألذ الحلويات اللي ممكن ناكلها جنب الشاي او القهوه. هيطلع معاكي هش وطري جدا وخفيف كده، حاجه كده بتدوب في البق بجد. هيطلع معاكم كمان لونه حلو وتحفه كده بجد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس كمان عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نبدأ الوصفه. اول حاجة هنكون مجهزين كل المكونات كده قبل ما نشتغل. يعني هنكون مطلعين البيض قبلها بساعتين لو هو في التلاجة، وهنكون كمان مطلعين المرندة اهم حاجة. اول حاجة نحتاج 4 بيضات، وكمان هنحتاج كوباية ونص سكر. انا حطيت كوباية دلوقتي وكمان هحط نص كوباية، واضرب بالمضرب الكهربائي لحد ما يبقى لونهم فاتح وقوام بدأ يبقى كريمي كده ويتضاعف يعني. اضرب كده لحد ما القوام بقى بالشكل ده، وبعدين هنزل عليهم بكوباية الا ربع زيت. وطبعا نسيت احط الفانيليا. اضرب ضربة خفيفة كده عشان الزيت يتجانس مع بقية المكونات، وبعدين بقى هنشيل المضرب الكهربائي ونستعمل مضرب السلك. وهحتاج كمان كوبايتين ونص مرندة. اضيف الكوباية الاولى وبعدين هقلب شوية، وبعدين هضيف الكوباية التانية، والنص كوباية هضيفها في الاخر خالص. وهحتاج كمان 4 كوبايات دقيق، عليهم كيسين بيكنج باودر، وربع معلقة بيكنج صودا على طرف المعلقة كده، يعني مش ربع معلقة كاملة كمان. وهحتاج كمان رشة ملح، وهقلب تقليبة كده. وبعدين هنبدأ نجيب المنخل بتاعنا وننخل بقية المكونات الجافة على المكونات السائلة، بس على مراحل. بعد ما خلصت كمية الدقيق كلها ابدأ انزل اخر نص كوباية مرندة. كده المجموع كلته كوبايتين ونص مرندة على 4 كوبايات دقيق. كل المكونات هكون كاتباها لكم في صندوق الوصف. واجهز القالب بتاعي، ادهنه مادة دهنية سواء زيت او زبدة زي ما نحب. القالب ده مقاس 28 سنتي. اقلب تقليبه كده بالسباتولا، وبعدين احط الكيك بتاعي في قلب القالب. وانا بنزل الكيك في قلب القالب احاول امشي في كل مكان عشان يكون الكيك متوزع كويس.
بعدين ابدا امشي بالسباتولا كده في الكيك عشان يكون زي ما قلت لكم كل حته متساويه، مفيش حته اعلى من التانية، واهزه كده عشان اسويه، وبرضو ارجع اخبطه تخبيطه كده عشان يخرج اي فقاعات مش مرغوب فيها، وادخله الفرن. بعدين هيطلع قمر بالشكل ده. استنى لما يبرد وبعدين هنقدمه مع اي بقى صوص شوكولاته حابين ناكله كده او حابين ناكله مع صوص شوكولاته براحتكم، بس معظم الوقت بناكله كده يعني من غير صوص شوكولاته، بس حبيت ان انا اعمل شويه حركات كده. والكيك بجد طالع هش وطري وجميل جدا وحاجه كده بتدوب في البق. يا رب يعجبكم الفيديو، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، وباي باي.